نذكركم مشاهدين بين سبورتس في ديربي كتالوني برشلونيا يستضيف اسبانيول في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. غدا السبت تأتيكم هذه المواجهة ضمن الجولة 31 من ضمن بطولة الدوري الإسباني حصريا عبر بين سبورتس. أهلا بكم. ياسر، يستمر ريال مدريد في التعثر بنتيجة إيجابية من جديد في ملعبه سانتياغو برنابيو. أنا أعتقد أنه يعني بداية الشوط الثاني كان في بوادر للجدية في ريال مدريد وأثمرت عن هذه الجدية عن الهدف. يعني كان فيه شراسة في الضغط، كان فيه ردة فعل سريعة من اللاعبين، تسديد زي ما تكلم الكابتن وائل من خارج ال 18 أثمر هذا عن هدف. وبعدها كذلك على طول عاد بيلينغهام من خلال الضغط وكانت هجمة خطرة. بعد الهدف اختفت هذه البوادر وعاد الى السوء اللي قدمه في الشوط الاول واثمر عنا هذا الهدف اللي من غير يعني الضغط، اقل ما يقال عنه ضغط بارد، ضغط يعني معدوم مسؤوليه تماما من خلال كامافينجا في هذا الهدف. ريال مدريد بعد الهدف الغريب انه هو سلم المباراه لجيرونا وتراجع الى الخلف بشكل هو لا يتناسب ابدا مع التشكيله او حتى مع الادوات اللي يملكها اربيولا في داخل الملعب. وهذا دل على شيء، دل على قيمه المدرب المسيطر على اللاعبين من خلال تفاوت هذا العطاء. يعني اللاعبين بدايه الشوط الثاني بين لك انه هو يستطيع، ولكن لا يفعل هذا الامر بسبب عدم وجود مدرب يستطيع ان يفرض اسلوبه وطريقه لعبه ومنهجيته على اللاعبين بسبب نجوميتهم. المباراة بغض النظر عن ضربة الجزاء بالنسبة لإمبابي اللي أنا من وجهة نظري أنها صحيحة 100% ومستحقة وفيها كرت أحمر. يعني ضربة الكوع الأيسر للمدافع جيرونا في وجه منتصف وجه إمبابي، كان المفروض أن نشاهد الحين. يعني بلنتي واضح جدا. التجاوز الأول لاحظ يعني حتى الكوع اليد اليسرى بالنسبه للاعب جيرونا كانت في وجه امبابي. بلنتي حرم منه صراحه. هنا التنافس على الكره عادي جدا، والدليل ان الحكم لم يحتسب اصلا. لا يوجد خطا على امبابي. لا يوجد خطا. وهو حتى شوف شكل اللاعب نفسه. يعني هو الميلانه هو اللي طلع. شوف يعني حتى طايحه عاديه، لكن والحكم كذلك هو لم يحتسب ضربة جزاء ولم يحتسب فاول أو مخالفة على إمبابي. يعني ركلة جزاء. هي ركلة جزاء 100%. أين الفار؟